فين الحكمة لما أذن الرب جل وعلا في إبليس قليل الأدب في الحوار معاه بالطريقة دي؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك إن ده من رحمة الله سبحانه وتعالى الجليل. فالله سبحانه وتعالى عنده السعة مش التضييق، عنده اليسر مش العسر، عنده التبشير مش التنفير، عنده الحجة والاستدلال مش التجبر والإرهاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك تتراحم الخلائق. فالله سبحانه وتعالى ما عندوش تكميم الأفواه، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الحوار بينه وبين إبليس في مواضع 7 في القرآن. والله سبحانه وتعالى حاور الملائكة، حاور الأنبياء، حاور على العباد، وهيحاورهم يوم القيامة. ومن المواضع 7 قال الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فيه بركة، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استدلال والحجة والبرهان. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.